العنصر الثاني، اتكلمنا في فيديو سابق عن اسباب البراءة في قضايا المخدرات او القضايا اللي بيصدر فيها اذن من النيابة العامة. اتكلمنا في الفيديو الاول عن محضر التحري لانه اول ورقة بتتكتب في المحضر. النهارده هنتكلم على اذن النيابة لانه تاني ورقة بتتكتب في المحضر. ايه ده، هو ممكن اذن النيابة يبقى سبب من اسباب براءة متهم؟ ممكن، لو وجد فيه ثغرة او وجد فيه خطأ. هنا بتبقى براءة شكلية او اجرائية قبل ما نخش في الموضوع. طب ايه هي صحة ورقة إذن النيابة دي؟ أول حاجة، ورقة إذن النيابة ديت يجب أن يتم إصدارها بناء على محضر تحري بيتكتب من ضابط بخط اليد. دي أول حاجة. تاني حاجة، بيبص على محضر التحري صحيح ولا مش صحيح عشان يدي إذن النيابة ده. تالت حاجة، وكيل النيابة اللي هيصدر إذن النيابة يجب أن يكون مختص مكانيا ونوعيا. يعني ما ينفعش أروح مثلا نيابة أكتوبر أخد منها إذن للقبض على متهم في شبرا. لازم يكون مختص مكانيا ونوعيا، يعني النوع النيابة اللي أنا رحت لها هي المختصة بمثل هذه الجرائم. بعد كده لازم يكون الإذن ده صادر على جريمة معينة تم تعيينها من قبل الضابط محرر المحضر، ويقول إن الجريمة دي قائمة. يعني ما ينفعش ياخد إذن على جريمة مستقبلية لسه المتهم لم يتخذ أي طرق تحضيرية فيها أو لم يرتكبها. يعني أنا بروح مثلا آخد إذن في قضية مخدرات وأقول إن المتهم بيروج في المواد المخدرة متخذ من مسكنه أو من سيارته أو من الشارع مكان للترويج. إذا يبقى هنا في جريمة قائمة إن هو بيبيع، حتى لو ما بيبيعش او لسه ما باعش، لكن هنا معاه حيازه للمخدرات، وهنا في حد ذاتها تعتبر جريمه حيازه. يبقى اذا الاذن لازم يصدر لجريمه قائمه. وكيل النيابه وهو بيكتب الاذن لازم يحدد الساعه، ساعه الاذن، ساعه صدوره، ومدة تنفيذ الإذن 24 ساعة أو 48 ساعة، وذكر اسم المأذون له اللي هو الضابط اللي هينفذ المأمورية. وكمان ممكن يفوض، يدي تفويض للضابط ان هو يفوض ضابط غيره. اما لو ما فوضش يبقى لازم الضابط اللي في الاذن هو اللي ينفذ المأمورية، ويحدد ايه هي الحاجات اللي هتتفتش: شخص المتهم، طب مسكنه، طب سيارته، ولازم يلتزم بتفتيش الاماكن او الاشخاص المحددين باذن النيابه، الا اذا ظهرت جريمه عرضيه وهو معاه اذن بتفتيش المنزل عشان يكشف جريمه مخدرات، لقى حد تاني بيقتل في نفس المكان، فهنا جريمه عرضيه يقدر يضبطها. شروط الاذن دي لازم تكون متوفره، لئلا يتم تبرئة المتهم، لأن إذن النيابة هنا هيبقى فيه بطلان. ولازم القبض يكون